افتح لي من الستارة. لا افتح. اقول لك افتح. We are back to YouTube and video making again. في سؤال جدا مهم في البداية كده، هو هل لما بنغيب أونطة؟ في البداية حابب اعتذر على فترة التوقف اللي هي كانت طويلة شويتين، 5 شهور او ما يقرب من 6 شهور، ولكن حابب اقول ان انا كنت بحضر حاجة قوية جدا ان شاء الله، سواء من الكواليتي بتاع الفيديوهات، سواء من الكواليتي بتاع السكريبت، سواء من الكواليتي بتاع الالوان والاضاءة والكلام ده كله. بقولوا لي رأيكم في الكواليتي تحت وتوقعاتكم، هو ده تصوير ايه؟ تصوير موبايل ولا كاميرا ولا ايه بالظبط؟ خلاص مقتربين على 1000 سبسكرايبر، فحلكم معانا كده، عايزين ايه؟ نحقق شروط اليوتيوب قريبا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده. معظمنا بيبدا خطوات كتير كويسه، خطوات بتطور من حياته، سواء بناء عاده، سواء اكتساب مهاره، سواء مشوار تغيير معين، سواء التزام في شغل، التزام في مذاكره وطلب علم واجتهاد وحاجات كتير جدا بيبدا فيها، ولكن للاسف مش بنستمر عليها. في حلقه النهارده ان شاء الله هنتكلم هو ليه اي حد لما بيبدا مرحله التغيير ديت بيوقف. اول حاجه وهي تاخر النتائج. كلنا بنكون مستعجلين النتائج، مستنيين نتيجه حاليه او نتيجه قريبه ظاهره تعمل تاثير كبير على حياتنا، وللاسف التغييرات الكبيره بتحتاج وقت طويل جدا. النتائج ديت ما بتظهرش دلوقتي، ولكن تقدر انك انت تقيس التقدم بتاعك او تقيس التاثير بتاع الالتزام بتاعك ده على فترات طويله. ما تستعجلش النتائج، اصبر، النتائج كده هتظهر. كل ما عليك هو السعي. طول ما انت سعيت واجتهدت وبذلت المجهود ما يهمكش، ما تزعلش، ما تتضايقش حتى لو ما وصلتش. مش مهم توصل لنهايه الطريق، ولكن المهم انك انت تتوفى وانت على الطريق. وافتكر ان حتى النتائج لو ما ظهرتش في الدنيا فانت سعيك ده هتؤجر عليه في الاخره. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. ربنا مش بيضيع مجهود حد، مش بيضيع شقاء ولا تعب اي حد. ويمكن ربنا منع عنك النتيجه ديت او وصولك للنتيجه ديت عشان الحاجه ديت هتضرك بشكل ما تستعجلش، اصبر، التزم، كمل. تاني سبب بيخلينا نوقف وهو فقدان الحماس والطاقه. للاسف كلنا لما بنبدا مرحله تغيير او اكتساب عاده او بناء مهاره او ايا كان، بنكون معتمدين على الحماس. بنكون بدانا في الحاجه ديت عشان حماسنا هو اللي ودانا الحاجه دي. الحماس اللي بيزيد ده بيخليك تاخد تجارب كتير واكشر كويس، ولكن الحماس ده هو فتره وهتوقف. اللي هيفرق معاك جدا هو التزامك، هو انك انت بعد ما فتره الحماس دي تنتهي انت لسه مستمر، انت لسه عمال شغال، لسه مش وقفت. انضبط وخلي الانضباط ده عاده معاك ثابته. تاني حاجه هو انك انت تشحذ همتك في وقت فقدان الرغبه في فعل الشيء وفقدان الحماس، وانك انت تعلي من همتك شويه وتجتهد وتشجع نفسك داخليا وتفتكر انت ليه بدات، انت ليه عملت الحاجه ديت. وحاجه كمان خليك متبنيها، وهي انك انت قبل ما تبدا اي حاجه حاول انك انت تكتب انت ليه بدات الحاجه ديت، ايه الاسباب اللي دفعتك انك انت تبدا الحاجه دي. لما تيجي فتره الخمول وفقدان الحماس وفقدان الطاقه ديت ترجع للاسباب اللي خلتك تبدا، وبالتالي ديت تشجعك او تفكرك بالاهداف بتاعتك فتخليك تبدا تاني وتخليك تستمر وتكمل. كمان في حاجه هنا مهمه وهي الحماس اليومي. ان احنا ايام بنكون مش متحمسين، مش عايزين نقوم نشتغل، بس ان انا مش عايز اقوم اصور، مش عايز اقوم اذاكر. للاسف عندنا خلطه ما بين فقدان الحماس وبين انك انت هيحصل لك بيرن اوت او انك انت فعلا محترق ومش هتقدر تعمل حاجه. اوقات كتير وغالبا فقدان الطاقه ده او الحماس ده حله انك انت مجرد لو بدات انت هتلاقي نفسك انتجت وعادي وتمام وبقيت افضل كتير. دماغك بتخدعك انك انت مش قادر، ولكن انت فعلا قادر، ولكن انت اللي منزقش نفسك او انت اللي كسلان او كده. ولكن في اوقات تانية بيكون فعلا انت مش قادر تشتغل، مش قادر تعمل اي حاجه. ديت بتحصل مرات قليله جدا. خلي بالك من الحته ديت، ولو حاسس انك انت مكسل او بتسوف لا قوم. غالبا هتلاقي ده احساس كذا، ومجرد ما تبدا هتلاقي الدنيا بقت بسيطه. وفي خدعه هنا كويسه وهي استراتيجيه ال5 دقائق. اخدع دماغك انك انت بص يا دماغي انا هقعد 5 دقائق بس هذاكر، هقعد 5 دقائق بس اقرا، هقعد 5 دقائق بس اكتب، هقعد 5 دقائق بس اعمل اي حاجه انا عايز اعملها. ديت بمثابه انك انت بتخدع دماغك او بتقول لدماغك ان انا هقعد فتره قليله، ما تسوفيش يعني، هي مش مستاهله يعني، هم 5 دقائق بس وخلاص. ومجرد ما تبدا بتلاقي نفسك اندمجت في الحاجه وبقيت خلاص دخلت في المود ومش عايز تفصل ولا اي حاجه، فبتلاقي نفسك بتكمل. فحلو الحماس بتاع البدايات، ولكن الحل هو انك انت تبني عاده كل يوم، تخلي الحاجه ديت عاده كل يوم، وابدا بقدر بسيط جدا وخليك ملتزم عليه. مش عارف الناس والله كانوا عايشين ازاي من غير شاي او قهوه يعني. السبب الثالث اللي بيخلينا نوقف وهو استصعاب المهام. كلنا بنكون مستثقلين المهمه اللي احنا هنشتغل عليها. هتقوم تذاكر، لسه هذاكر، يعني الامر صعب قوي وشق على النفس. معظم العلماء اجتمعوا على ان التعب هو سر الراحه، التسويف هو اكبر عدو لينا. دماغنا بتخدعنا ان الحاجه ديت صعبه جدا، ولكن بتكتشف انك انت مجرد ما بدات بتلاقي الدنيا سهله وايزي، ومجرد انك انت دخلت بس في الديب وورك، العمل العميق، واتسحلت في المهمه اللي انت شغال عليها، بتلاقي نفسك خلاص دخلت
دخلت في المود ومش عايز تفصل، ولو فصلت فعلا بتلاقي نفسك اتضايقت قوي. اسحل نفسك، صدقني لو دخلت في الديب ورك هيبقى صعب جدا انك انت تفصل. وافتكر ان حاجات كتير او فرص كتير كويسه في حياتنا بنفقدها بسبب التسويف، بسبب ان احنا بنأجلها. فالحل ابدأ اعمل تو دو ليست يوميه. السبب الرابع اللي بيخلينا نوقف هو السعي الى الكماليه او السعي الى البرفكشنزم. بتبقى عايز الحاجه اللي انت بتعملها تكون بيرفكت 100% او حاجه بدون اخطاء او بدون شواذ. اشكال المثاليه كتير. لو انت كاتب بتكون عايز تكتب حاجه مختصره معبره وخاليه من الاخطاء، وخاصه الاخطاء النحويه، وخاليه من الاخطاء الخاصه بالقواعد بتاع الكتابه. لو انت بتعمل فيديوهات بتكون عايز تنتج فيديو بسكريبت قوي جدا في الاضاءه والتصوير، وقوي جدا في الكواليتي والالوان والحاجات اللي هي بتفتح نفس المشاهد على ان هو يستمتع بالفيديو. لو انت عايز تذاكر، عايز لما تذاكر مره واحده بس والمعلومه تبقى ثابته في دماغك وراسخه وما ترجعلهاش تاني. ولكن اكتشفت ان ده ما بيحصلش، الكمال لله وحده. كل اللي علينا هو ان احنا بنبدا ونعمل منتج، والمنتج ده بنطوره بنديفلوب. بتظهر لك عيوب فتبدا انك انت تعالجها في المرات القادمه. كل ما انت بتمارس كتير كل ما اخطائك وعيوبك ده بتقل، وكل ما بتقرب الى حد ما من البرفكشنزم او من الحاجه المثاليه، ولكن مش بتوصل لها. حلو السعي للكمال، ولكن الغلط ان هو يوقفك عن الانتاج. فاهم السبب بيخلينا نتوقف هو الادمانات الضاره. الادمانات الضاره زي السوشيال ميديا، ممارسه الاباحيه، ممارسه الاستمناء، ادمان الكحول والمخدرات، ادمان استخدام الهاتف، ادمان الفاست فود، ادمان الاستهلاك وخاصه استهلاك المحتوى بشكل عبيط جدا، استهلاك الريلز اللي بقى مشهور جدا الفتره دي. كل ده بيديك كميات دوبامين عاليه جدا، دوبامين رخيص، تشيب دوبامين استهلاك مش دوبامين انتاج. بتاثر على وقتك وبالتالي بتاثر على انتاجيتك. ما تكونش قادر انك انت تقوم تجبر نفسك انك انت تشتغل او انك انت تقوم تنجز، وبالتالي بينتهي بك المطاف انك انت ما تكونش قادر تنجز حاجه. كمان الادمانات الضاره دي بتعمل حاجه في المخ، وهي انها بتقلل حساسيه المخ لكميات الدوبامين البسيطه ناتجه من الانجاز، وانك انت تقعد مع اهلك او صحابك، او انك انت تزور مريض، او انك انت تعمل حاجه كويسه. وبالتالي بيخلي دماغك عايزه دايما دوبامين عالي جدا. نرجع نقول بقى ايه الفرق ما بين دوبامين الاستهلاك ودوبامين الانتاج. دوبامين الاستهلاك هو معتمد على انك انت تكون مستهلك عشان تاخد دوبامين. كل العادات الضاره هي انت بتستهلك وبعدين بتاخد دوبامين. على النقيض بقى كل العادات الكويسه متوقفه على فعل منك، انك انت تقوم تعمل حاجه. انت محتاج تقرا، انت محتاج تروح تقعد مع اصحابك، تقوم وتمشي وتبذل مجهود، محتاج تبذل مجهود عشان تذاكر، عشان في نهايه المطاف تاخد دوبامين. محتاج انك انت تلتزم في بناء المهاره ديت وتقوم تذاكر وتمارس عشان تاخد دوبامين. تعمل ريستارت لمصنع الدوبامين او اعاده ضبط مصنع الدوبامين. وفي فيديو كان بيتكلم علي محمد علي بيتكلم فيه عن أمة الدوبامين، تلخيص لكتاب دوبامين نيشن. سادس سبب بيخلينا نتوقف هو تشوش الرؤيه وعدم وضوح الاهداف. التعرض للسوشيال ميديا والتعرض لنجاحات ناس تانية في مجالات تانية خالص غير المجال اللي انت بادئ فيه او اللي انت ملتزم بيه، ده بيعمل عندك تعدد للاهداف او تعدد للطرق. احنا في عصر فيه مجالات كتير جدا، كل مجال فيه مجالات متشعبه منه كتير، وبالتالي صعب انك انت توصل للحاجه اللي انت شايف نفسك فيها، او صعب توصل للحاجه اللي انت محتاج تركز عليها. للاسف لما بنوصل للحاجه اللي احنا خلاص احنا يقولنا ان هو ده طريقنا، لما بنتعرض لحاجات تانية مختلفه وناس نجحت في مجالات تانية بنلاقي نفسنا بنميل ليها، خاصه كمان لو عملوا نجاح سريع او وصلوا في وقت قليل. على سبيل المثال الناس اللي في الثانويه العامه بيتعرضوا لمحتوى مثلا في يوم من الايام واحد عنده عربيه بالشيء الفلاني لانه اشتغل فريلانسر ويتعلم مهاره فجاب منها فلوس والدولارات والكلام ده كله. فتلاقي بتاع الثانويه العامه ده بيتجه للمجال ده، عايز يتعلم مهاره، عايز يكتسب يجيب دولارات، وده بيخليه يبعد عن الغايه اللي المفروض يركز عليها وهي الثانويه العامه. برضو انت لما تبدا تعلم مجال معين زي المونتاج مثلا على سبيل المثال، شويه تلاقي واحد نجح في الديزاين، نجح وجاب دولارات وجاب فلوس، لا نفسك اللي هو انا قاعد ليا فتره طويله بتعلم مونتاج ولسه ما جبتش منه دخل، فلا انا اروح اتعلم ده. فتلاقي نفسك بتروح تبدا في حاجه توقف وتروح لغيرها، توقف وبعدين تروح لغيرها توقف. بينتهي بك المطاف انك انت النتيجه الكويسه اللي انت بتوصلها بتكون قليله. ايوه كل حاجه بنتعلمها بنستفاد منها بشكل ما، ولكن لما بتبدا في حاجات كتير وتوقف وما يكونش في حاجه انت كونسيستنت فيها، متميز فيها، مكمل فيها، صعب انك انت توصل لنتيجه كويسه زي ما انت لو كنت مركز على حاجه واحده بس. النقطه السابعه وهي تغير الاولويات.
من فتره للتانيه اولوياتنا بتتغير. فتره الطفوله اولويتك انك انت تستمتع وتجيب الحاجات اللي انت عايزها وتروح مدرستك وتلعب براحتك. بعد كده بتخش في مرحله المراهقه، فانت عايز بقى تروح الجيم وتلعب وتمارس حياتك الطبيعيه وتقعد مع صحابك. بعد كده بتوصل لمرحله الشباب، بتكون عايز يكون معاك فلوس وتتحرك كتير وتحضر ايفنتات وتعمل علاقات وحاجات من دي. بعد كده بتخش في مرحله التخرج، عايز بقى تستقر، عايز شغلانه معينه تكتسب منها فلوس وعندك عربيات وعندك حاجات وعندك معدات والكلام ده. بتوصل بعد مرحله التخرج عايز بقى تستقر، يكون عندك بيت مستقر وزوجه. بعد كده لما توصل لمرحله انك انت بقى كبرت في السن، فانت بتبقى عايز عيالك يريحوك، عايز تقعد بقى وتستمتع بالحياه وتربي اولادك تربيه كويسه وهكذا. فاولوياتنا في الحياه بتتغير، اولويات النهارده غير اولويات بكره غير اولويات بعده. الخطط والاولويات بتتغير، ولكن المرونه والتخطيط عمرهم ما بيتغيروا. حاجه لازم تكون ثابته وراسخه في حياتك. ثامن سبب بيخلينا نوقف هو الروتين الممل. بعد ما تبدا في الحاجه اللي انت عايز تمشي فيها بتلاقي نفسك دخلت في مرحله الروتين، وللاسف كلنا لما نوصل لمرحله الملل ديت ان احنا ابتدينا نمل بنتجه لحاجات تانية، بنغير مسارنا. فتره الروتين ديت هي فتره عاديه، ونجاحك ونجاح اي شخص في الحياه متوقف على كيفيه تعامله مع فتره الملل ديت. اي حد يوصل لنجاح هو شخص قدر يتغلب على فتره الملل، لان فتره الملل ديت حاجه طبيعيه، فتره طبيعيه بتحصل لاي حد في اي مشوار هيبداه. كيفيه التعامل مع فتره الملل دي هو اللي بيؤدي بيه في نهايه المطاف ان هو يبقى شخص ناجح. حل فتره الملل بكل بساطه هو انك انت توقف يوم او يومين، تعمل اي حاجه او نشاط تاني هيديك متعه. الحل التاني هو انك انت تحاول انك انت تعمل كرياتيفيتي في الحاجه اللي انت بتعملها. لو بتعمل حاجه فحاول انك انت تعملها بابداع شويه، فده يخليك تكمل. الحل الثالث وده في ناس كتير بترجحه هو انك انت تلتزم تعمل اي حاجه حتى لو حاجه وحشه. في ناس بترجح ده انك انت تكمل ايا كان اللي حصل، وفي ناس بتقول انك انت تفصل يومين ثلاثه تعمل حاجه غير. انا بصراحه جربت الاثنين، والفرق معايا هو ان انا بفصل يوم او يومين وبعدين برجع بلاقي نفسي راجع بشغف وفي كرياتيفيتي وبعمل حاجات كويسه. شوف الطريقه اللي تناسبك وابدا انك انت تطبقها، وافتكر ان نجاحك متوقف على كيفيه تعاملك مع فتره الملل. لو انت وصلت للمرحله ديت من الفيديو فما تنساش انك انت تعمل سبسكرايب ولايك وتعمل شير للفيديو ده، لان بصراحه تعبنا فيه كتير. انا خلاص انهكت كده وتعبت، فما تنساش سبسكرايب مامان. النقطه التاسعه وهي نقص التشجيع. كلنا محتاجين التشجيع بشكل ما، محتاجين ان احنا لما نعمل حاجه او لما نعمل منتج الناس تشجعنا والناس تدينا فيدباك كويس يشجعنا ان احنا نكمل. بصراحه ما ينفعش ان احنا نعتمد على الحاجه ديت، انت لازم تنتج بغض النظر عن في تشجيع او ما فيش تشجيع. فلو ما لقيتش تشجيع من اي حد حاول انك انت تنسباير يور سيلف، حاول انك انت تشجع نفسك، كافئ نفسك. حلو التشجيع، ولكن الوحش ان احنا نعتمد على التشجيع ده كحافز لنا ان احنا نبدا نشتغل. النقطه العاشره وهي الاوفر اكسبكتيشنز. لما تحط لنفسك اكسبكتيشنز او توقعات عاليه جدا واهداف كبيره جدا انك انت توصل لها او كبيره عن قدراتك، بتلاقي نفسك ايوه بتبذل مجهود كبير، ولكن لو ما وصلتش للنتيجه دي للاسف بتحبط وبتيأس، وده بيوقفك عن الشغل. الاهداف الكبيره قوي اوقات بدل ما هي بتحمسك وبتخليك تبذل مجهود اكبر تكون سبب للتسويف وانك انت ما تقومش تنتج الحاجه دي. للاسف كلنا بنشوف الناس اللي حوالينا ان هي جامده تنين، ناس وصلت لحاجات كتيره قوي في فتره قليله. في الوقت ده بنعمل كومباريزون ما بيننا وما بينهم بغض النظر عن ظروفنا او وضعنا احنا نفسنا. هم ليهم حياتهم وليهم الحاجات اللي ساعدتهم وصلتهم للنتيجه دي، واحنا لينا ظروف تانية مختلفه خالص ممكن تكون ديت من صعب واحنا في الظروف ديت نوصل للنتيجه بتاعتهم ديت. في ناس ربنا ميسر لهم حالهم وقاعدين في بيت كويس ونفسيتهم كويسه والبيئه بتاعتهم كويسه وبيئه متعلمه وهكذا. في ناس تانية ظروفها صعبه، مرض، مواقف صعبه، نفسيتها تعبانه، في بيئه دايما فيها انتقادات، وهو على الرغم من كده هو عمال يبذل مجهود وبيوصل لنتائج كويسه وبيحقق نجاحات كويسه. لما تيجي تقارنه بالشخص اللي هو كان معاه الحياه البسيطه والنفسيه الكويسه واللي في بيئه كانت كويسه، مفيش مجال للمقارنه، ما ينفعش تقارن ده بده. طيب يا سيدي شكرا كفايه. كل واحد له ظروفه وحياته الشخصيه بتاعته والظروف اللي مر بيها بالمناسبه عمرها ما بتتشابه مع حد تاني. فدي كل الاسباب ليه الانسان او اي حد بيوقف. دلوقتي بقى اتكلم عن الاسباب اللي كانت متخلياني انا شخصيا متوقف الفتره اللي فاتت، الحاجات اللي هي الخاصه بيها بقى. اول حاجه هي المثاليه. انا كنت عايز اعمل منتجات بكواليتي عاليه جدا، وعدم رضايا عن الحاجه اللي انا عملتها. الفترات اللي فاتت كانت عباره عن فلوجات، ما اعرفش جبت ايه اشتريت ايه بتاع، ولكن انا كنت عايز اعمل حاجات علميه، حاجات نابعه من تجارب، حاجات. بالتالي ده سعي الفتره اللي فاتت، ونوع المحتوى اتغير برضو بناء على كده. تلاقي المحتوى اللي جاي هو عباره عن حاجات تعليميه، حاجات انا استفدتها، تجارب مرات بيها وهكذا. الحاجه الثالثه وان انا كنت حابب ان انا اهتم بنفسي شويتين، يعني الاولى من تغيير الناس هو تغيير نفسك. فكنت بهتم بنفسي شويه في بناء العادات وبناء المهارات، بتعلم حاجات جديده
جديده، بحاول ان انا ابني عادات كويسه ايجابيه في حياتي تساعدني. برضه سبب من اسباب التوقف هو ان انا كنت مدمن بشكل كبير للاستهلاك، مدمن لحاجات كتير سلبيه، حاولت ان انا اقلع عنها وعملت دوبامين ديتوكس. كنت فاصل مثلا بتاع 3 شهور عن النت خالص نهائيا، مفيش اي نت، مفيش توصيل من ساعه اخر فيديو عملته فصلت نت. الحاجه اللي بعدها وهي ان انا كنت بعود نفسي على الالتزام والانضباط سواء في شغلي في حاجات كتير قوي. كنت بكتشف غايتي او هدفي اللي ما كنتش مكتشفه لحد فتره قريبه، مش عارف انا ماشي عشان ايه او بعمل ده ليه، او كان عندي تشوش كده، مفيش حاجه بسعى ليها خاصه مع ظروف شخصيه انا بمر بيها، فما كنتش عارف انا ليه بعمل الحاجات اللي انا بعملها دي. سبب تاني من اسباب التوقف هو مش ان انا ما كانش عندي افكار، هو انا كان عندي افكار ولكن انا ما كنتش لسه قادر ان انا اربط المعلومات بعضها والافكار بعضها بحيث ان انا انتج منتج كويس انا راضي عنه. الحلول بشكل بسيط هو انك ابدا، بعد كده تنتج، بعد كده هتطور في المنتج اللي انت بتعمله، ما تسعاش للمثاليه ولا الكماليه، اعتمد على الدوبامين الانتاج مش الدوبامين الاستهلاك. حاول انك انت تقسم اهدافك لاهداف صغيره تقدر تشتغل عليها بشكل يومي. حاول انك انت تبني العاده بتاعه الانضباط وانك انت تشتغل على حاجات بسيطه ولكن بشكل مستمر. حاول انك انت تكتشف الهدف الخاص بيك النابع من جواك بغض النظر عن اهداف الناس التانية وهل وصلت ولا ما وصلتش، مش مهم انك انت توصل لنهايه الطريق. حاول انك انت تشحن نفسك من فتره للتانية بجلسه صحاب، انت تفصل، تروح تتفسح انت وزوجتك مثلا، تعمل حاجه مختلفه، تعمل حاجه انت بتحبها، تاكل حاجه بتحبها، تفصل عن العالم شويه وبعدين ترجع تكمل شغل، هترجع بشغف وبطاقه عاليه جدا اكتر من الاول. ما تعتمدش على المزاج في الشغل، حاول انك انت ما تعتمدش على المدح بتاع الاخرين، اعتمد انك انت تعمل حاجه بكواليتي عاليه والمدح بتاع الناس هيجي، ولو ما جاش اعتمد على انك انت تشجع نفسك بنفسك. حاول انك انت تنسبير يور سيلف، كافئ نفسك بعد اي حاجه انت بتعملها، ده دافع كبير جدا انك انت تقوم وتلتزم. وفي النهايه اتمنى الفيديو يكون عاجبكم، ما تنساش سبسكرايب ولايك وشير وشاركنا رايك تحت في كومنت، وبس نشوفكم في الحلقه اللي جايه ان شاء الله راجعين بشكل احسن وافضل من قبل كده. بس ده كل اللي عندنا الفيديو، اشوفكم في الحلقه الجايه، سلام.